تسارع الجزائر في احتواء الانقلاب في النيجر وتداعياته على الوضع داخل البلاد والساحل في ظل تصاعد المخاوف من استخدام القوة العسكرية مع اقتراب انتهاء مهلة 7 أيام التي حددها قادة الإكواس لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه. وفي أحدث قرار حيال الانقلاب في النيجر، جدد الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام تمسك الجزائر بالشرعية الدستورية، ودعا إلى حل سلمي للأزمة في هذا البلد. المشاكل بالتي هي أحسن فيه انقلاب، احنا قلنا رانا مع الشرعية الدستورية ولازم يرجعوا للشرعية الدستورية ورانا نساعدوهم فيها ألف مرحبا. في خضم تصريح الرئيس تبون، شدد من جانبه وزير الخارجية أحمد عطاف في اتصال هاتفي مع ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قناعة الجزائر بضرورة إعطاء الأولوية للمسار السياسي والدبلوماسي بالنظر لما يحمله خيار اللجوء إلى القوة من تداعيات لن تزيد الأوضاع إلا تأزما وتدهورا محليا وإقليميا. الاتصالات التي وقعت ما بين وزير الخارجية الجزائري وممثل المجموعة الأوروبية، فهذا يرجع أولا إلى وجود اتفاق شراكة ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي التي تؤسس إلى مثل هذه المشاورات. ثانيا، هنالك نية من مجموعة الدول الاقتصادية لغرب إفريقيا للتدخل العسكري، وهذا سوف يؤثر سلبا على المنطقة وسوف يحول المنطقة إلى بؤرة للجماعات الإرهابية، وسوف يعمق الأزمة وسوف ينتشر هنالك نزاع مسلح يهدد حتى الأمن القومي الجزائري. تحرص الجزائر في علاقاتها الخارجية على التعامل مع الدول وليس الأنظمة، لهذا نلاحظ أن الجزائر من أكثر الدول التي تتمسك بالشرعية والدستور في حل الأزمات من خلال توحيد الضغوط السياسية والدبلوماسية لضمان ذلك، خاصة في منطقة الساحل التي تشتكي أصلا من عدم الاستقرار بفعل الانقلابات المتكررة وخطر الجريمة العابرة للحدود والتطرف المسلح.